عمرك لاحظت ان اصعب وقت في حياتك هو غالبا الوقت اللي بتختفي فيه، ترد متأخر على الرسايل، تعتذر عن الخروج وتقفل الموبايل؟ وغريب انك في اللحظة دي بتكون محتاج الناس اكتر من اي وقت. فليه بنعمل كده؟ الحقيقة ان الابتعاد عن الناس مش دايما معناه اننا مش بنحبهم او اننا مش محتاجينهم. اوقات بيكون العكس تماما. لما الانسان يمر بضغوط او وجع نفسي طاقته بتقل جدا. ابسط الحاجات اللي كانت سهلة زي رد على رسالة او اجراء مكالمة ممكن يحس انها مجهود كبير، فيبدأ ينسحب بهدوء، مش لانه مش مهتم بالناس لكن لانه بعافية قادر يتعامل مع اللي جواه. وفي ناس بتبعد لانها متعودة من زمان تخبي وجعها، يمكن اتربط على ان الشكوى ضعف او ان طلب المساعدة معناه انك حمل على حواليك. فمع الوقت بتكون اعتقاد داخلي بيقول انا لازم اتحمل لوحدي. لكن الحقيقة ان اغلب الناس بيقول الجملة دي بيكونوا من جواهم نفسهم حد يحس بيهم حتى لو من غير كلام. وفي سبب تاني مهم، الخوف من ان محدش يفهم. ممكن تكون عايز تتكلم لكن متوقع ان اللي قدامك هيقول كبر دماغك، او في ناس اسوأ منك، او يحكم عليك بدل ما يسمعك. فقبل ما تتكلم تقرر ان السكوت امن. ومع الوقت العزلة بتبدأ تدي إحساس مؤقت بأمان، لكنها في نفس الوقت بتزود الإحساس بالوحدة، ويدخل الإنسان في دايرة مغلقة. كل ما يتعب يبعد، وكل ما يبعد يحس إنه لوحده أكتر. لكن خليني أوضح نقطة مهمة، في فرق كبير بين إنك تحتاج يوم أو يومين ترتب فيهم أفكارك وبين إن الاختفاء يبقى هو يحل كل مشكلة. لأن عزلة مؤقتة ممكن تكون مفيدة، أما العزلة المستمرة فغالبا بتخلي التعافي أصعب. طب نعمل إيه لو لقينا نفسنا بنبعد؟ ابدأ بسؤال بسيط، هل أنا فعلا محتاج أقعد مع نفسي شوية؟ ولا أنا خايف حد يشوفني وأنا ضعيف؟ لو اكتشفت إنك محتاج دعم افتكر إنك مش مطالب تحكي كل حاجة مرة واحدة. ممكن تبعت رسالة بسيطة يا حد بتثق فيه وتقول أنا يومين دول مش بخير ومش محتاج حلول، بس محتاج حد يكون موجود. الجملة دي أحيانا بتكون بداية إنك تخرج من إحساس إنك شايل كل حاجة لوحدك. ولو لقيت إنك كل مرة بتنسحب من الناس حاول تراجع الفكرة اللي جواك، هل فعلا وجودي هيكون عبء عليهم ولا دي فكرة اتعلمتها مع الوقت وصدقتها؟ فالخلاصة احتياج الناس مش ضعف ولا دليل إنك عاجز. احنا بطبيعتنا بنحتاج حد يسمعنا ويطمنا ويشاركنا الحمل. ولو لقيت نفسك كل مرة بتتألم بتختفي ما تهاجمش نفسك، لكن اسألها مين علمني اني لازم اواجه كل حاجة لوحدي. افتكر دايما ان القوة الحقيقية مش انك دايما تشيل كل حاجة بنفسك، لكن انك تعرف امتى تمد ايدك وتقول انا محتاج حد يقف جنبي. وده مش ضعف، ده احتياج انساني طبيعي. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع اصحابكم. سلام.